ده يا كابتن؟ ده في ضربة جزاء ما اتحسبتش على الاهلي الماتش اللي فات ده، احنا لازم نعوض الزمالك على طول عشان عمالين يعيطوا من ساعتها لحد دلوقتي. دي الكوره اللي الزملكاويه بيقولوا ده ما فيهاش اي تلامس خالص. ركز على رجل فتوح مع رجل عبد الغني محمد عامله ازاي، شوف الكوره فيها تلامس ولا ما فيهاش. شوف الشد اللي حصل قبل اصلا ما عبد الغني يوصل منطقه الجزاء، وشوف التلامس بين رجل فتوح وبين رجل عبد الغني زي ما هو واضح اهو قدامكم من الزاويه ديت. في ولا ما فيش؟ يعني اقل واجب يا راجل يا مفتري، لو مش هتحسب ضربه جزاء ما تطردش الراجل. ما تطردش الراجل اللي انت اصلا اديته الانذار الاول مجامله عشان دونجا اللي بيقعد يصوت ويعمل الحركات اللي انتوا عارفينها دي. فانت اديته الانذار الاول مجامله لدونجا، واديته الانذار الثاني وهو لا يستحق انذار. حتى لو انت مش شايفها ضربه جزاء يا راجل، بس ما تديلوش انذار. ما تخلصش على الاتحاد، انت خلصت على الاتحاد السكندري النهارده. الغندور النهارده خلص على الاتحاد بعد الطرد. خلاص الفرقه فكت، الدنيا باظت منهم، ما بقاش فيه شكل في الملعب، ما بقاش فيه روح، ما بقاش فيه اي حاجه بسبب الغندور اللي جامل الزمالك النهارده وروح الاحتواء. ومش عايز حد يقول اصل ما فيهاش حاجه، زي ما انتم شايفين التلامس اهو. وحتى اضعف الايمان لو مش هتحسبها ضربه جزاء، يبقى اكيد 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 مليون تريليون زي ما انت عايز تقول قول في المية، هي مش انذار تاني ومش كارت احمر لعبد الغني محمد. الاتحاد ظلم، ويا ريت الحكام يخفوا احتواء شويه، مش عشان خطأ لصالح الاهلي فلازم نردها على طول ب3 نقط للزمالك اللي مش عارف يكسب لوحده ودايما بيكسب بالحكام.